حاسس ان انت لسه واقف 2019؟ حاسس ان السنين اللي بعدها مجرد حلم طويل قوي؟ حاسس ان انت مش عارف ترجع لشغفك، مش عارف ترجع زي ما قبل 2019؟ اطمن، انا جاي اقولك ان انت مش لوحدك. علماء علم النفس سموا الحالة دي بكولكتيف تروما او الصدمة الجماعية. احنا عشنا سنتين في قلق، في حزن، في عزلة، كل حاجة واقفة في حياتنا. في الوضع ده المخ بيلغي اي حاجة مش ضرورية، بيلغي الشغف، بيلغي الاستمتاع، حتى كمان بيلغي الطموح، وبيركز على حاجة واحدة بس، انه ازاي يخليك عايش. المشكلة اللي احنا بنعاني منها بشكل جماعي ان الخطر خلاص زال، ولكن لسه مخك واقف عند 2019. ده غير اننا فقدنا اصلا الاحساس بالوقت. سنتين عدوا من حياتنا احنا مجرد قاعدين في البيت، فجأة لقينا نفسنا كبرنا سنتين. المسؤوليات زادت، العالم بقى قاسي، احنا شخصيا كبرنا، وللأسف الشديد احنا ما خدناش وقت نتعافى. احنا شمرنا ونزلنا نعافر على طول، وعشان كده حاسين بالإحباط المستمر. فمن فضلكم براحة على نفسكم شوية. انتوا مش كسولين، انتوا مش فاشلين، انت بس محتاج وقت ان انت تقنع عقلك ان خلاص الأزمة انتهت. ولو حسيت ان الكلام ده لمسك، ابعته لصاحبك اللي حاسس ان هو محبط وحاسس ان هو كسول، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة وحشاكم ما قبل 2019.